دايما هو مين اللي قال. النهاردة هنتكلم عن كلمة كلنا عارفينها، كلمة انت فلاح. الكلمة دي بتتقال في مواقف كتير جدا، ساعات بتتقال عادي جدا وساعات بتتقال على سبيل الشتيمة. بس تعال نفكر شوية، هي في الأساس كلمة عادية جدا، يعني ممكن تبقى مجرد سؤال، انت فلاح؟ فالشخص يرد أنا من البلد الفلانية، أو لأ أنا من القاهرة. لكن ليه مع الوقت بقت كلمة بتضايق الناس؟ ليه لما حد يسمعها ممكن يتعصب أو يتنرفز أو يحس إنها إهانة؟ هنا لازم نقف ونفكر، هل المجتمع هو اللي ظلم الكلمة دي؟ ولا الفلاحين نفسهم هم اللي خلوا الكلمة تتحول لشتيمة؟ أنا رأيي واللي هنتكلم فيه النهاردة إن الفلاحين نفسهم هم اللي ساهموا في تحويل الكلمة دي لشتيمة. إزاي؟ خليني أديكم مثال. لما تيجي تسأل واحد أنت فلاح، بدل ما يجاوب ببساطة أو لأ، تلاقيه يتنرفز جدا ويبتدي يقول هو مالك؟ هو الفلاحين فيهم إيه؟ عندنا أرض وعندنا بيوت وعندنا لحمة في التلاجة ووز وبط وكله موجود. طب مين طلب منك كل ده؟ ده مجرد سؤال عادي، ليه بترد بعصبية كأنك اتشتمت؟ اللي بيحصل هنا إن الشخص عنده عقدة داخلية، مش متصالح مع الكلمة. يعني هو نفسه شايف إن كلمة فلاح أقل من غيرها، وده في حد ذاته اعتراف ضمني إن عنده مشكلة. لو الكلمة بالنسبة له عادية كان هيجاوب بمنتهى البساطة، لكن رد الفعل العصبي بيقول إن جواه حاجة مش مظبوطة. خلونا نكون واضحين، الفلاحين كتير منهم بيتعاملوا مع الكلمة على إنها إهانة. في الشغل مثلا لو حد قال لحد تاني فلاح، تلاقيه يتنرفز ويقول انت بتشتم. في الجامعة مثلا لو بنت اتخانقت مع واحدة تانية تقول لها يا فلاحة وتعتبرها قلة أدب. في الشارع لو حد سمع كلمة فلاح على طول ياخدها على إنها تقليل منه. طب هو مين اللي حول الكلمة دي لشتيمة؟ المجتمع ولا ردود أفعال الفلاحين نفسهم؟ أنا رأيي إن الفلاحين نفسهم هم اللي عملوا كده. بدل ما يقولوا بفخر إحنا فلاحين، لأ، بقوا ياخدوا الكلمة بحساسية زيادة جدا. الموضوع وصل إنهم بقوا يدافعوا بطريقة غريبة، يعني بدل ما يجاوبوا ببساطة يقعدوا يعددوا اللي عندهم. إحنا عندنا بيوت، إحنا عندنا محاصيل، إحنا عندنا لحمة ووز وبط. طب هو اللي من القاهرة مثلا ما عندوش بيوت؟ ولا ما عندوش أكل في التلاجة؟ بالعكس، كلنا عندنا. يبقى ليه الدفاع بالطريقة دي؟ لأن جواه شعور بالنقص وعاوز يثبت إن عنده زيه زي أي حد تاني. أنا هنا مش بقلل من قيمة الفلاح ولا بقول إنه مش مهم، لكن الحقيقة إن الكلمة بقت بتضايق بسبب رد فعلهم هم، يعني هم اللي أدوها المعنى السلبي. ولو كانوا متصالحين مع نفسهم ما كانش أنت فلاح هتبقى شتيمة. تعالوا ندي أمثلة أكتر من حياتنا. لو حد لابس هدوم بسيطة شوية تلاقي الناس تقول ده شكله فلاح، ولو واحدة مش بتعرف تتكلم عربي فصيح أو إنجليزي كويس يردوا يقولوا دي فلاحة. ولو الشخص اللي اتقالت له الكلمة دي عنده عقدة هيزعل جدا، لكن لو مش فارقة معاه هيضحك وممكن يقول أيوة فلاحة عادي. اللي بيضحك كمان إن الكلمة نفسها في الأصل ممكن تبقى مصدر فخر. يعني في بلاد تانية كلمة فارمر مثلا في إنجلترا أو أمريكا شتيمة، بالعكس دي وظيفة عادية، محدش يدالي لما يتقاله أنت فارمر. إنما عندنا هنا اتحولت لشتيمة، والسبب الأساسي هو رد الأفعال المبالغ فيها. أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا، لما أي كلمة تفضل تاخدها بحساسية زيادة عن اللزوم الناس هتستغل ده ضدك. يعني لما أي حد يعرف إن كلمة فلاح بتضايقك هيقعد يكررها ليك علشان يشوف رد فعلك، وده اللي حصل فعلا. الكلمة بقت وسيلة للسخرية، مش لأنها وحشة، لكن لأن الفلاحين نفسهم بينفعلوا عليها. وطبعا لازم نسأل، طب ليه في عقدة النقص دي أصلا؟ الجواب بسيط، بسبب مقارنتهم نفسهم بأهل المدن. الفلاح طول عمره شايف إن اللي من القاهرة أو اسكندرية أرقى أو أشيك، فبدأ يحس إنه أقل، وبالتالي لما يتقاله أنت فلاح، لأ، هو بيسمعها بمعنى أنت أقل أو أنت مش على نفس المستوى. الخلاصة، الكلمة نفسها مش غلط، لكن اللي غلط هو الإحساس اللي اتزرع جوا بعض الناس،
واللي مش متصالح مع نفسه هو اللي بيدي الكلمة معنى سلبي. فلو عاوزين نغير حاجة لازم الأول نغير ردود أفعالنا ونواجه عقدة النقص اللي جوانا. وفي الآخر اسأل نفسك دايما، هو مين قال